عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بسيسه. طبعا احنا عندنا هنا كوبايتين بسيسه، هنعملهم هنا في مصفى، واللي عنده منخل يعمل فيه. هنزله كويس جدا اهو. ده دقيق ذره طبعا، ومعاها كوبايه دقيق برضو هعملها في المصفى عشان لو فيها اي حاجه. عندنا دقيق ابيض، مع هكتب لكم الحاجات في صندوق الوصف برضو. كوبايتين بسيسه دقيق ذره وكوبايه دقيق ابيض، وهنحط باكت بيكنج باودر، هنحط كل الحاجات الجافه مع بعض، وهنحط كيس تانك برتقال اهو. اعمله بقى كده كله مع بعضه كويس جدا، المكونات كلها تختلط معايا اهو. بعد كده بقى هجيب هنا عندي 5 بيضات حمر بالظبط، مع كيس فانيليا، مع كوباية لبن، مع كوباية زيت، كوباية ونص زيت، مع كوباية ونص سكر. ده كل المكونات دي هنحطها عندنا في الخلاط اهو. هضربهم بقى في الخلاط وارجع لكم تاني. اكشن. انا خلاص خلطت المكونات، هنزل بقى واحده واحده كده تدريجيا كده، وافضل اقلب هفضل كده اقلب لغايه ما كل الخليط يتجانس مع بعض. بالظبط كده، هفضل بقى اقلب خالص لغايه ما ايه، هي دي بقى البسبوسه اللي احنا هنعملها دي، اللي هي بالبرتقال. حطينا التانك وتطلع طعمها هيعجبكم جدا، تطلع حلو. طبعا بعد ما عملناه كويس جدا هنبدا بقى نصب في الصينيه بتاعتنا. نزل كل الكميه اللي عندي، وندخلها بقى على الفرن على 180 درجه. بنرجع لكم تاني بعد ما البيتزا عندي اهي خرجت من الفرن. طبعا هي حسب الاذواق، في ناس بتطلعها محمره شويه، احنا بنحبها كده اللون ده. طبعا هبدا اقطع قدامكم. نطلع بقى اهي، بصوا عاليه ازاي، سمكها قد ايه. وطبعا بقى الريحه والطعم ما اقولكوش، جميله جدا. جربوها، دي كانت وصفه البيتزا النهارده بتاعتنا عندنا بيتزا بالبرتقال. وجربوها تعجبكم جدا. متنسوش بقى لايك وشير. باي باي.